جميعنا بدون استثناء بما فيهم أنا نزلنا عن قصة المقتول صلاح التاج الذي قتل في المملكة العربية السعودية، وأن سبب قتله كان عن سبب طباخة. تواصل معي أخو المقتول والمغفور له بإذن الله سبحانه وتعالى صلاح التاج، وكلمني بالقصة كامل. الموضوع طلع أتفه من موضوع طباخة، أنتم مستوعبين؟ حقيقة طلع أتفه من موضوع طباخة، ومش موضوع طباخة. صح أن الموضوع ما يبعدش كثيرا عن الطباخة، ولكن الموضوع هو بسبب 20 ريال سعودي. أيوة 20 ريال سعودي تم قتل المغفور له بإذن الله صلاح التاج. قيمة أنبوبة غاز، هذا هو السبب الرئيسي. هو لم يكن طباخة واليوم دولة قال دولي، لا. أخو المقتول رحمة الله تخشاه تواصل معي وقبل لي القصة كامل. صلاح التاج يشتغل في كسارة تبعد عن الرياض تقريبا 100 كيلو، منطقة صحراوية. كان ينام في كونتر، الكونتر هذا داخله مطبخ خاص فيه والكونتر خاص فيه، والاثنين اليمنيين هذو عندهم كونتر آخر يشتغلوا بنفس الكسارة ونفس الشركة. فكانوا يطبخون عند صلاح التاج في الكونتر حقه. صلاح التاج ما كانش مانع انهم يطبخوا عنده، لكن كان يطلب منهم ان يقسموا قيمة الأنبوبة الغاز بالتساوي. كانوا ياخذوا الموضوع بمهزلة وما يجيبوا له قيمة الأنبوبة الغاز. هو من مرة إلى أخرى يعبي مرة مرتين على حسابه، مرة ثالثة، إلى يوم الربوع في الليل قبل يومين من نشر هذا المقطع أجاوا يطبخوا فاصوليا بالتحديد، وكانوا مستعدين لتقطيع الطماط والبصل وبيدهم سكاكين. فجاء صلاح التاج قال لهم من اليوم يا تفرقوا قيمة الأنبوبة الغاز يا ما فيش طباخة. فاشتد الكلام فيما بينهم، وطعنوا صلاح التاج، طعنه في يده وطعنه في القلب. طبعا الطعنه اللي في اليد كانت دفاع عن النفس، كان يحاول يدافع على نفسه. الطعنه اللي اتت في القلب انهى المغفور له باذن الله صلاح التاج. لاذ بالفرار الشخصين هؤلاء، وتم القبض عليهم ليله الجمعه. يقال انهم سلموا نفسهم ويقال انه تم القبض عليهم، مش مهم. المهم الحين هي لماذا تم قتل صلاح التاج؟ بسبب انبوبه غاز. يعني الدعوه مش طباخه ومن كلمه لا كلمه وطلع خمر الرجال، لا، الدعوه طناخه. بنطبخ عندك وبالانبوبه الغاز حقك وما بنفرقش. يعني شفت كميه الاستحقار؟ يعني الاثنين هذو كلمه او حكم اعدام عليهم قليل، والله قليل. الرجال يسمح لك تطبخ عنده في الكونتر ويقول لك افرق انا وانت الانبوبه الغاز وما تفرق. شو لما يقول لك يا تفرق يا ما فيش طباخه تروح تطعنه؟ ايش العقليه اللي وصلنا لها؟ ايش الوحشيه حقيقه. طبعا الاثنين هؤلاء هم كانوا رفاق وصحبه قويه، وصلاح التاج كان نوعا ما معرفه معاهم لكن مش بالصحبه اللي ما بينهم. فكانوا يستقوا عليه لانه حدثت خلافات سابقه عن رصيد وانترنت وشحن. كان يعطيهم كروت شحن ويحاسبني ويتاخروا ما يحاسبوه الا بوقت متاخر، واحيانا ما كانوش يحاسبوه. فالموضوع كان استقواء على صلاح التاج، لان الاثنين كانوا صحبتهم قويه ومن منطقه تبعد عن تعز، منطقه اخرى لا نريد تحديدها بالضبط. فلذلك نشكر الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية أنهم ألقوا القبض عليهم، ونطالب بأن لا يضيع دم صلاح التاج هدر، وأن يلقوا حتفهم وينالوا عقابهم. ونسأل من الله أن يرحم صلاح التاج ويلهم أهله الصبر والسلوان.